إن سئلت عن خيبة الأمل ستكون إجابتك تعادل المنتخب في المباراة الأولى، أو بالأحرى الشوط الثاني من تلك المباراة. محرز وزملائه يفشلون في تحقيق النقاط الثلاث في المباراة الأولى من كأس إفريقيا. شوط أول ممتع ومبشر قابله شوط ثاني لا يمت للأول بأي صلة. ما الذي حدث وما الذي تغير ما بين الشوطين؟ الإجابة يجب حتما أن تكون عند جمال وأشباله. الكرة لا تزال ما بين أقدامهم. مباراتين أو بمعنى آخر نهائيين أمام بوركينا الذي فاز على موريتانيا بهدف في الدقيقة الأخيرة، مما يعني أن الفريقين ليس بلقمة سائغة، ويجب التركيز وحسم اللقاء في الشوط الأول لأن العامل البدني أثر على الكثير من الفرق وليس الجزائر فقط، وحسم الكثير من النتائج. بالتوفيق لجمال وأشباله. ليس